أداة من أهم الأدوات اللي أي سباح لازم يستخدمها في التمرين، لأنها بتسرع تطورك بشكل كبير جدا. الأداة دي هي الزعانف. الزعانف بتزود السرعة بتاعتك في المية، وده بيخليك تحس بالإيقاع الصح للسباحة. ومع السرعة الزيادة دي جسمك بيتعلم يحافظ على ستريم لاين من غير ما تبذل مجهود كبير. كمان الزعانف بتقوي عضلات الرجلين بطريقة قوية جدا، خصوصا عضلات الحوض والخلفية والأمامية، ودي عضلات أساسية لأي سباح عايز يبقى أسرع. غير إنها بتقلل الضغط على الكتاف، وده مهم للسباحين اللي عندهم تحميل أو إصابة بسيطة، فبيقدروا يكملوا التمرين من غير ما يحسوا بألم. وكمان الزعانف بتساعدك تظبط التكنيك، بتخليك تعمل الرول صف وتحس بسحبة الذراع أوضح، وتظبط النفس من غير ما سرعتك تقل. ومع الوقت الجسم بيبدأ يطبق اللي اتعلمه من غير زعانف. يعني باختصار، الزعانف هتزود سرعتك وتقوي رجليك وتظبط تكنيكك وتسرع تطورك في وقت قليل جدا. لو عايز مستواك يعلى، دخل الزعانف في تمرينك بشكل ثابت. ودي كانت معلومة من شاهين حبينا نشاركها معاك.